أنا قلت في 4 حاجات ما ينفعش نبدأ بها المقدمة. طب إيه الحاجات الكويسة اللي ينفع أبدأ بها المقدمة؟ عندي 6 نماذج حلوين قوي أبدأ بيهم المقدمة. أول واحدة فيهم قصة قصيرة. قصة قصيرة إزاي؟ أنا في يوم من الأيام كانت أول محاضرة ليا في فن الإلقاء في جامعة الأهرام الكندية. دخلت على الطلبة قلت لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في بطة. البطة دي كانت ماشية فوق قمة جبل، وكان معاها ولادها الصغيرين. البط الصغير اللي ريشه أصفر ده. البطة راحت عند قمة الجبل وقالت لهم تعالوا جنبي هنا. قالوا لها يا ماما احنا خايفين. قالت لهم تعالوا، أنا ماما، أنا مش هعمل لكم حاجة تضركم. قرب البط من مامته ووقف يتكلم معاها شوية. الغريب والعجيب إن فجأة البطة زقت ولادها وقعوا من على قمة الجبل. فضلوا نازلين وفي وسط الطريق بدأوا يحركوا الأجنحة بتاعتهم. شوية بدأت أجنحتهم تشيلهم، شوية بدأوا يطيروا ويطلعوا تاني لفوق. فضلوا طالعين لفوق لغاية ما طلعوا لمامتهم مرة تانية وقالوا لها يا ماما احنا زعلانين منك، انت مش قلتي مش هتعملي حاجة تضرنا؟ ليه زقتينا من فوق الجبل؟ قالت لهم يا ولادي انا فعلا قلت مش هعمل حاجة تضركم، انا زقتكم لاني عارفة ان انتوا عندكم القدرة على الطيران، وما كنتوش هتعرفوا الموضوع ده الا لما ازقكم الزقة دي. انتوا كنتوا محتاجين الزقة دي عشان تكتشفوا ان عندكم هذه القدرة، وانتوا كمان يا جماعة محتاجين زقة علشان تعرفوا ان عندكم القدرة على الإلقاء. قوم وتعالى كلم زمايلك وقول لهم عن 3 صفات حلوة فيك، 3 حاجات انت بتحبها في نفسك، وقول لنا هدف انت حققته وهدف لسه ما حققتوش. بالفعل يا جماعة الطالب طلع واتكلم قدام زمايله في المايك وكان رائع، وقلت لهم كلكم تسقفوا له وحيوه تحية كبيرة جدا، وكان داخل ثقته عالية جدا بنفسه. وبداوا يفهموا العلاقه. في البدايه اول ما قلت كان في بطه استغربوا، ايه الدكتور جاي يكلمنا في ايه، في عالم الحيوان يعني ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي بطه يعني الدكتور جاي يكلمنا في الجامعه عن فن الالقاء، ايه علاقه البطه بالموضوع؟ لكن بعد ما كملت والبطه زقت ولادها ليه؟ علشان تكتشف القدرات اللي جواهم. واما ربطت ده بان قلت لهم انتوا كمان عندكم قدرات وتقدروا تتكلموا قدام الجمهور، وقومت واحد فيهم فعلا وبدا يتكلم قدام الجمهور وشجعناه وحيناه، فعرفوا العلاقة بين القصة اللي أنا قلتها في الأول والموضوع اللي أنا عاوز أتكلم فيه، وهو كسر حاجز الخوف والتحدث أمام الجمهور. إذا القصة زي ما قلنا لازم تكون قصيرة، لازم تكون موحية، لازم أحكيها بشكل فيه قص وحكي. أنا ما بدأتش أقول كان هناك بطة وكانت تسير فوق الجبل، لا، أنا قلت كان في بطة. البطة دي كانت ماشية على قمة جبل. التون ده فيه جاذبية للناس، تون الحكي، تون الراوي. فمهم قوي ان انا اجذب الناس بالقصه القصيره الموحيه وكمان بطريقه الحكي المؤثره. الحاجه الثانيه اللي ممكن ابدا بيها الحلقه بتاعتي الحقائق المذهله. كان عندي حلقه في التلفزيون المصري كانت عن الكلمه واثر الكلمه. بداتها ازاي؟ قلت ان الماء يتاثر، هذه حقيقه علميه، هناك دراسه تقول ان الماء يتاثر بالكلام الذي يقال. فانت ما تسمي الله على الماء قبل ان تشربه يتغير تركيب جزيء الماء، يتغير بالشكل اللي يبقى مريح في تركيبه ومريح على المعدة. على العكس لو ما قلتش حاجة خالص على المية أو قلت يعني كنت متعصب وتقول كلام تاني، هذه دراسات مثبتة، والماء اتصور جزيء الماء في الحالتين وثبتت هذه الدراسة. ومن هنا بدأت أنطلق للكلمة وأثرها، لأن نحن نتأثر بالكلمة كما يتأثر الماء، لأن احنا تكويننا أكثر من 70% مية، من أجسامنا أكثر من 70% مية، وهي نفس النسبة لتواجد الماء على الكرة الأرضية أصلا. أكثر من 70% من الكرة الأرضية ماء والباقي يابسة، وأكثر من 70% من جسمنا مية والباقي عظام بقى وعضلات وكده. فالإنسان لأنه يتكون من الماء هو يتأثر بالكلمة كما يتأثر الماء. ولذلك أنت ممكن تتأثر بحاجة وتتضايق فتقول أنا بغلي من جواي، مع أن الغليان من خصائص الماء أيضا. فالإنسان يتأثر بالكلمة كما يتأثر الماء. ومن هنا انطلقت بقى للحديث عن الكلمة وإزاي نراعي كلامنا وبنكلم الناس إزاي وهكذا. أقصد أن الحقيقة، بس مش أي حقيقة، يعني تكون حقيقة علمية جديدة الناس أول مرة تسمعها، حاجة مفيدة تشد الناس وتنطلق منها الموضوع الحلقة بتاعتك. الحاجة الثالثة ابدأ بذكر مثال محدد، بلاش كلامك يبقى مرسل وخلاص. يعني أنا كان عندي كورس المذيع المحترف مع مجموعة من الإعلاميين السعوديين في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبكلمهم برضو على فكرة المايك، وإن المايك بالنسبة لك زي ما أنت بتبص له. في واحد يبص للمايك والكاميرا إن دي حاجات ممكن أحرج، ممكن أبقى مكسوف وأنا واقف بتكلم قدام ناس،
انا ممكن اغلط، ولو غلطت الناس هتضحك عليا وده يقلل من قيمتي. انت بتبص لها كده. ممكن واحد تاني يبص ان انا لما اقف قدام المايك وقدام الكاميرا معنى كده ان انا هاخد ثقه في نفسي اعلى، هبقى افضل، ممكن بعد كده ده يبقى الكارير بتاعي، ابقى مذيع واعلامي ومشهور ومعروف، وبالتالي لما يبقى عندي رساله وعندي قيمه معينه هقدر انشرها بين الناس. وبالتالي هو الموضوع كما تنظر اليه. بس لقيت الكلام كده يبدو مرسلا، فقلت لهم كان في شاب راح السوبر ماركت وطلب علبة لبن، ادوا له علبة لبن، رجع البيت جه يشربها لقاها حامضة، فاتضايق جدا وحس ان هو هيرجع وقرفان من اللبن الحامض ومتضايق. ومن شدة ضيقه اخذ علبة اللبن ورجع للسوبر ماركت مرة تانية. قال لهم انتوا ازاي تدوني علبة لبن منتهية الصلاحية؟ قالوا له احنا ما اديناكش لبن منتهي الصلاحية، انت طلبت لبن فاديناك رايب، لكن لو انت عاوز لبن حليب موجود عندنا لبن حليب. قال لهم لا لا انا اسف، انا ما خدتش بالي، انا كنت متصور ان هو لبن حليب، لكن انا بحب الرايب خلاص. اخذ نفس العلبه ورجع البيت، رجها وفضها في المج اللي بيحب يشرب فيه، وبدا يشرب وهو مستمتع. هو ايه اللي اختلف؟ منظور. العلبه هي هي، الذي اختلف نظرته لهذه العلبه. المره اللي فاتت كان بينظر اليها على انها لبن، كان متضايق جدا وهيرجع. دلوقتي بينظر اليها على حقيقتها انها رايب، وعارف ان الرايب طعمه حامض، فبالتالي دي حاجه طبيعيه جدا، فبقى يشرب وهو مستمتع. فالقصه قصه كيف تنظر الى الامر، كيف تنظر الى المايك والكاميرا والتحدث الى الجمهور. تمام.